هاتي كوباية عدس وتعالي هقولك على وصفة حلوة قوي واقتصادية من غير لحمة ولا فراخ. وبصوا هتعملوها في 5 دقايق. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هجيب كوبايتين من العدس الأصفر وهروح نازلة عليهم بكيلو إلا ربع من الرز، وهبتدي إن أنا أغسلهم كويس قوي. أهم حاجة إن انتي تغسليهم حوالي 3 مرات أو 4 مرات تحت الحنفية علشان تبقى الرزة نضيفة. هنبتدي إن احنا نغسلهم وبعد كده هرجع لكم تاني بعد ما اصفيهم. اهم حاجه تصلوا على الحبيب المصطفى، تحطوا لنا لايك حلو وتشوفوا الفيديو من الاول لحد الاخر علشان خاطر الفيديو ده هيعجبكم قوي واقتصادي جدا جدا. هتجيبي حله على النار هتنزلي بيها بشويه زيت. اول ما الزيت بس يسخن معاكي حاجه بسيطه هتروحي نازله بالرز والعدس على بعض كده وتروحي نازله بيهم على النار. وتاني حاجه هنعملها هتروحي مديها تقليبه وبعد كده هتروحي جايبه مرقه ماجي واحده بس، هتروحي حطاها. مرقه الماجي ده هتخليهولك زي العسل كده، ولو عندك شوربه هيكون احسن بكتير. واروح نازله برشه من الفلفل الاسود ونص معلقه من الملح. وطبعا بتحيقي انت كويس الاكل. ببتدي ان انا اقلبه كده في بعض حوالي 5 دقايق، وبعد كده بروح نازله بالميه عليه، تكون ميه بارده خالص ما تكونش سخنه. هبتدي ان انا اديله تقريبه كده وهسيبه على النار لحد ما يستوي براحته. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعدها. تاني حاجه هعملها، انا كان عندي ده في التلاجة، كان عندي بتنجانيه فابتديت ان انا اقطعها علشان خاطر هعملها بطريقه حلوه قوي. وغير كده كمان مش هخليها تتشرب زيت، وهيكون الزيت زي ما هو. ويعني يعني الوصفه هنعملها حلوه قوي يا جماعه، حلوه قوي 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 وجميله وطعمها حلو واقتصاديه جدا. هبتدي ان انا اقطع البتنجان بتاعنا وهروح جايبه اي حله عندي او اي بوله هتروحي حطاها فيها، وبعد كده تروحي نازله بالميه. وطبعا التركيه اللي احنا بنعملها ان احنا بنحط عليها ملح، تنزلي عليها بمعلقه ملح كده علشان خاطر البتنجان ما يتشربش زيت خالص، يعني لما بتيجي تحمريه ما يتشربش زيت نهائي. وتاني حاجة هنعملها هنركنه على جنب. وبعد كده هنروح جايبين ده برضو بطاطسات كانت عندي في التلاجة فطلعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني لو تقدروا تعملوا حاجة واحدة اعملوها وخلاص على كده، لكن لو عندكم الحاجات دي متاحة تقدروا ان انتوا تعملوها جنبها بتكون حلوة قوي قوي. هبتدي طبعا اخرط يعني اخرط البطاطس. معلش هروح شايله القشر بتاعها واروح مخرطاها صوابع، وهبتدي ان انا اركنها. طبعا ولادك هيفرحوا جدا جدا ان انت هتكوني عامله لهم الحاجه دي كمان جنبها، عشان انت عارفه الاطفال بتحب البطاطس قد ايه جنب الاكل. هنبتدي برضو نروح حاطينها في ميه ونروح حاطينها، نروح حاطين عليها معلقه من الملح او نص معلقه من الملح. طبعا خلاص كده احنا خلصناها. تعالوا نبص على الرز وبعد كده نرجع تاني للخطوه اللي بعدها. هنروح بقى جايبين ايه نص كوبايه من الميه وهروح حاطه عليها معلقه من الكركم. ممكن تعملي الخطوه دي في الاول خالص وانت